السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال وراحة بال يا رب العالمين. النهاردة بقى هنعمل مع بعض ايه؟ الرز المبهر بالرز العادي، بالرز المصري بتاعنا. خلاص عصر الرز البسمتي ده خلاص هينتهي من حياتنا. خلاص مش هنعمل برز بسمتي تاني. هنجيب بصلاية، حطينا بتاع دوت المادة الدهنية سمنة وزيت. اتفقنا ان احنا بنحط زيت عشان خاطر يفلفل ايه؟ يفلفل الرز. كزبرة وورق لورا وحبهان وقرنفل وكركم ونص معلقة صغيرة قرفة. ما عندكيش قرفة وعندك قرفة خشب حطي قرفة خشب. وواحدة مرقة دجاج. بعد ما البصلاية تتشوح نحط ايه؟ التوابل. تاخد تشويحة كده وما تكتريش عليها التشويح عشان خاطر ما تمررش. تمام. هنحط بقى الرز وياخد تشويحة حلوة كده ويتغلف بالمادة الدهنية كلها ويشكشك معاكي كده، تبص تلاقي الرز بيخشول كده في قلب الحلة. كده تبدأي تحطي له ايه؟ مية مغلية. حط مية مغلية، ما يحطش مية باردة، المية الباردة هتعجنه. قسما بالله شوية رز انا ما اكلتهم في حياتي. شايفين الجمال؟ شايفين الجمدان يا بنات؟ يلا نغير بقى من الرز ابو شعرية والرز الابيض والرز حباية وحباية. نغير بقى. انا اول مرة اعمله قسما بالله، بس طلع بجد جنان. جوزي والله العظيم بيقول لي كأني باكل رز بسمتي. تنسوش بقى، تنسوش ايه رأيكم؟ خلصنا بقى كده، جت اللحظة الحاسمة. ايه رأيكم في الجمال ده؟ ايه رأيكم في الجمدان ده؟ شايفين؟ كل رزية مخصمة اختها. شايفين؟ نشيل بس الحاجات اللي على الوش دي كده عشان محدش يشوفها يقول علينا معفنين. حاطين ورق يقول له مرات صاحبك مش نضيف، في ورق في الرز. وده النهاية، اللحظة الحاسمة. تنسوش لو عجبكم الفيديو دعموني بلايك، اشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بنزله من يوميات هند. هتوحشوني. بحبكم كتير يا احلى اصحاب في الدنيا. يلا اتفرجوا وشوفوا. قومي بقى اعملي الرز. يلا يلا يلا. باي باي.